السلام عليكم فريزاتي الحرات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم كلها على خير. مرحبا بكم معايا في جزء جديد. هذا النهار هذا اليوم تهليت فيكم ياك، يلا حتى نتوما تهلاو فيا باللايكات ديالكم والتعاليق ديالكم والبارطاج القناه باش نزيدو نكبروا عائلتنا كثر وكثر من هكا. وقبل الغزالات ديالي، عافاكم دعيو ليا مع الاب ديالي وليا حتى انا بالشفاء العاجل. الله يسر اموركم والله يحقق لكم كل ما كتمناو يا ربي، والله يرزق كل محرومة فيكم من ذرية صالحة في القريب العاجل بإذن الله. الله يوفق الناس البكالوريا والناس سيزيام، الله ينجحهم، والتلاميذ والتلميذات اللي باقي مقبلين على الامتحانات يعني التاسعة والسادسة حتى هما الله يوفقهم يا ربي. وشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم وعلى التشجيعات ديالكم ليا. الله يرزقكم قصر في الجنة. وبلا ما نزيد نطول عليكم، على بركة الله نخليكم مع أحداث الليلة. في قلب أحد المنازل الكبيرة في مدينة الدار البيضاء، مجموعة العائلة في الصالة البلدية الشاسعة قدامهم الصواني ديال الأتاي والأطباق الحلويات والمخبوزات ما لذ منها وطاب. صوت ضحكهم كيتسمع من الخارج والأجواء جميلة ودافئة فحال أي عائلة مغربية. جمعهم الفطور الصباح العيد، جالسين ناس كبار شعرهم شايب، رجال على وجههم الوقار ونساء وخا السن تقدم لكن الأناقة والشياكة بقى كيف ما هي، بجلي لباس ومقمصانهم التقليدية الجميلة. وجالسين معهم حتى شباب وشابات في العشرينات والثلاثينات، هالشهب هالسمر هالعيون الملونة هالزي العربي بالحروف كحلين، كل شي زوين ومسيول ومشيك باللباس البلدي المغربي. في وسطهم جالسة امرأة عجوز، جسدها صغيور وعلامة تقدم في السن من تجاعيد والشيب ظاهرين عليها بشدة. رغم ذلك بقى كتبان شادة في راسها وصحيحة وموقدة، حتى هي بالقميص الحرير في البيستاج محزمة، وحاطة زيف حريري على راسها في الأبيض ومعلقة في عنقها خيط من اللويز ودملي جغليط من الذهب الأحمر في يديها. شافت جيت أحد الشبان اللي جالسين في الغرفة وتبسمات حتى بانو سنيناتها البويض اللي مركباهم وقال: ايوا يا ولدي بدر الدين، امتى غنمشيو نخطب لك حتى انت؟ راه هذا الجهد وانا باغا نشوف وليداتك قبل ما يديموا الامانه امانته. تبسم بدر الدين ابتسامه جانبيه بارده ورد: الله يطول في عمرك الحاجة، باقا صغيرة وجون، ما كاين لا موت لا والو، حنا باغيين نزوج وكنتي كتقولي لنا الموت. ضحكوا كاع اللي في الصاله وضحكات حتى هي وردات: احياني عليك العفريت، فاش كتبغي تقلب ليا الموضوع كترد وضحك. انا نض من العجز، دير حتى انت دارك وليداتك، الله يجعل بركه. الانسان قرا خدم دار دويرتو عنده رزقه، علاش غيبقى يضيع في الوقت فعاودي ولد وليداتو يكبروا معاه ويونسوه؟ تدخل عراشو نسيتيني كيشبه لبدر الدين قايل: ودوي غانتي الحاجة، انا وليت كنحشم قران وراه دارو الولد الثاني وهو باقي باغي يعيش تزفريس ويعيش بوحدو. لا انا لا مو ما بقينا قادين ندويو. الحاجه: لا وها وليدي لعن الشيطان، راه كندوي معاك بالمعقول. بغينا حتى حنا نشوف وليداتك حبيبي ونفرحوا بك ما حد بقى الصحه والجهد. امي متك راه عندها غنسه عوينه وحده باش كتشوف غتبغي تفرح بيك. او لا امل. ردات امرأة جميلة بعيون عسلية وشعر ناعم بني مقطع حد العنق. نهدات: هدوي غانتي الحاجة، أنا قلبي طاب وما بقى لي جهد. منين كنا دوينا آخر مرة في ديك البنت وتعرفنا على دارهم راكي شفتي في الشهر فرتك كلشي وقال لك ما بقى والو، هو قدامك وكيسمع فيك. أما أنا راه وليت كنجبد الموضوع كينوض يخرج ويخليني داوية بوحدي. الحاجة شافت لعند بدر الدين اللي قرن حجبان وجالس غابزز: قول لي يا ولدي، الى عينك في شي بنيته ولا بانت لك شي وحده نمشيو نخطبوها لك من غدا؟ نهد بدر الدين وسا قدامه كيشوف بنظرات تيها مهمومه عاد قال برود: ما كاينه حتى وحده وما بانت لي حتى وحده وما عندي الخاطر لا للزواج لا الخطبه، اللي باغي يتزوج الله يعاونو وانا خاطيني. الحاجه: ويلي الشيطان ومالك عليها انت في عار الله، وإلا ما بانت لك حتى وحده هانتا بنات عماتك وبنات عمامك كي الوردات، هالمهندسه هالاستاذه ما تلقاش حسن منهم. شافت لعند وحده من الشابات كانت شابه وجميله ولا لا، حنات الشابه الشقراء راسها حشمانه كتبسم في الخفاء. في حين بدر الدين سكت، ما تشوف ديك اللحظه جاتو مكالمه هاتفيه عتقاتو من داك الحوار اللي كان ثقيل على قلبه وخاطره، وناض بالزربه خرج من الصاله مخليهم في القيل والقال وتبادل الاراء بلا فايده. هبط للدار السفلي وجبد التليفون من جيبه وغير بانت ليها نمره في الشاشه، ويتبدل فيه اللون وتسيروا الحجبان تسقرنوا كتر مكانه، وبدا كيغزز في دروسو. في البلاصه جاوب حاط التليفون على ودنو في عيني شوفات كيخوفو.
بصوت خشي الرد. الو. سمع صوت الخافت خلى الشعر جسده يوقف. الو بدر سافا؟ بدر الدين بنفس النبرة القاسية. شباغا؟ رانيا قالت له خاصني نهضر معاك، عندي مشكل كبير وخاصني نحلو بجوج. صوتها تغنغن، رفع واحد الحاجب ونيفو كيصوت بالغضب ما كراش يخرج لها من التليفون، واخد الشهرين باقا ما برداتش ليه. رد عليها منفخ. شبينو وبينك اختي حتى نحل معاك المشاكل، ياك مشيتي وما باغانيش نقلب عليك لاش جايه دابا. قاطعته بنبرة باكية. بدر انا حاملة، عاد عرفت البارح باللي راني حاملة في شهرين. سكت بدر الدين والهدرة وحلات ليه في الحلق، وعيني تفكسو في نقطة واحدة بقوة الصدمة. بعد ثواني من سكات قال كيفاش حامله؟ ردات رانيا بانفعال. حاملة يعني حاملة، عندي ولدك ولا بنتك في كرشي، وما كان عارف حتى واحد من غيرك، وانت اخر واحد قاسني، وبالضبط في ديك الليله قبل شهرين. ودابا خاصك تلقى معايا حل هاد المصيبه قبل ما يسيقوا عائلتي الخبر ولا تبدا تبان كرشي. بدر الدين ولا غا كيشوف قدامه ساكت فحال صرفقو، كاع داك الغضب اللي كان باين في عينيه وفي الصوت تبخر، ورد عليها بهدوء. صافي دابا بردي، خلينا ندويو بالعقل. الا كاع كنتي حاملش غيبقى صافي. الا كان داكشي اللي في كرشك ديالي انا قد علاش دابا كتبكي وسعر هكا؟ ضحكات بالسخريه وسط دموعها وقال ياك سهله، كلشي عندك انت سهل وعادي، حيت انت راجل ما خسر والو، ما كاين لي يلومك ياك. اوف ساتت بالجهد. اسمعني دابا، انا خاصني ندير الكوطاج في اقرب وقت ممكن، وما خاص حتى واحد يحس بشي حاجه، انا بغيت نديرو بوحدي، ولكن بنبره فيها الخوف. خفت مشيت وقع لي شي حاجه ولا نموت وما يسق لي حد الخبار. خاص ضروري اللي يوقف معاه وانا ما عنديش غيرك، وما بغا حتى حد يعرف لعائلتي لاصحابي. بدر الدين انت خاصك توقف معاه، حيت هاد الغلط درناها بجوج وخاص نصلحوه بجوج. رد بدر الدين بنبره منفعله، وكاع داك الهدوء تقلب العصبيه. شناهو؟ كيفاش كورطاج ولا زمر؟ باغا تقتلي ليا ولدي؟ هكا عين باين وباغاني نعاونك من الفوق؟ مريضه في راسك شويه لا؟ رانيا بعصبيه. راه انت اللي مريض في راسك، شنو كنتي كتسنى مني؟ نحمل بيه 9 شهور ونولدو ونعطيه ليك، ولا نربيه انا ونفرح بيه؟ خرج بدر الدين من الدار حين تعرف راسو غيتعصب، غيبدا يغوت، والدار عامره يمشي يسمعو شي حد. ركب في طوموبيلتو مع كان لابس الفوقيه هزه طلعها على فخادو، حسابان الشورت كحل النايك اللي لابس لتحت، والتليفون فودنو كيسمع ليها مخنزر، وعروق عنقو راسو مزيرين. خبط بيدو على الفولون بغضب وقال سمعيني سكتي دابا، خليني ندوي معاك. اش كتخوري انت دابا؟ كيفاش ياك ما بغيتي نعطيه ليك ولا نفرح به؟ علاش مالو جايبها من زنقه؟ راه با حي يرزق، قاد بيه بعشرة منه. ديك الهضره الخاويه نحيدو كدا غنساها بنت الناس بلا ما نوليو فشي ماصل ما يعجبوكش. ردات عليه كتغوت وتبكي عقلها غادي يخرج حتى خلعاتو. واش انت مريض؟ كيفاش ما نحيدوش؟ واش بغيتي يقتلوني؟ واش بغيتي اخوتي يدخلوا عليا الحبس؟ واش عارفه عائلتي شكون؟ واش عارفهم؟ الا عرفوني حامله شنو غيديروا ليا؟ قطع بنبره اقل انفعالا كيحاول يهدنها. غنتزوجو، تا حد ما غيدوي معاك، تا حد ما غيقدر يقيسك. غنتزوج بك غدا ولا اليوم كاع، وحتى حد ما غيعرف شي حاجه، والله ما نخلي شي حاجه تأذيك رانيا. سكتات قتل حس كيسمعها صوت نغسيسها، والنفس كطلع مرعوده من حلقها. بعد لحظات من الصمت قالت ببرود لا ما يمكنش. رجع بدر الدين شعل ثاني وعينيه خرج ونطق بالزربه قريب يخرج لعنده من التليفون. علاش ما يمكنش؟ شرحي لي هاد النم ديالك اللي ما عمرو بغى يتفهم ليا. شوف الزواج ماشي حلو اصلا، انا دابا حامله في شهرين وشويه وغتبدا كرشي تبان، ولا خليته من هنا ل7 شهور غادي نولد. شنو غنقول لوالديا وخوتي؟ واش حساب ليكم مكلخين؟ هو بانفعال قال ليها واش باغا تسطيني انت هاد النهار ولا شنو؟ كيفاش غنقول ليهم؟ ياك غنتزوجوا شكون ديك الساعه باقي غادي يدوي معاك؟ رجع صوته انخفض. انا معاك رانيا، والله ما نخلي شي حاجه تضرك كيف ما بغات تكون. الا بغيتي اليوم نجي نخطبك، غدا نتزوج ورجعي معايا الرباط، وما يهمك شنو غيبقى من بعد، ضربي كل شيء على حسابي. ردات رانيا باصرار لا بدر لا هي لا، انت عندك كل شيء سهل والحياه سهله. واش حساب ليك عائلتي كيفكروا في حياتهم ما في الرباط؟ واش حساب ليك هما متفتحين عندهم كل شيء هادي؟ انت ما كتعرف شنو هما الريافه وكيفاش كيفكروا، ما عارف شنو ممكن يديروا الا عرفوا البنت دارت شي حاجه ولو بسيطه. وخصوصا عائلتي انا بالنسبه لهم الشرف اغلى من حياه البنت براسها. واش بغيتيني نشتت عائله على قدها ورونا حياه خوتي بوالديا يسقطوا عليا باش انت وولدك ولا بنتك يعيشوا؟ لا بدر،
لا والف لا، ولو نعرف نمشي نحيدو بوحدي ونموت موراها. سكت كيتصنت ليها حتى سالات وقال بهدوء: فين كاينه انت دابا؟ في دارنا في النادور. واخا انا دابا غنشط الطريق، فاش نوصل غنعيط لك، خرجي عندي. ابيلي واش تسطيتي؟ كيفاش تجي لعندي؟ واش انا كنشكي عليك من الصباح ونسى ما زايد فيه؟ ما تجي عندي ما نجي عندك اخويا صافي، ما بقيت باغا والو. بدر الدين قصح مع الهضره: شوفي يا رانيا، باش نجيك من الاخر عندك جوج اختيارات وما كاينش الثالث. يا غنجي وغتخرجي عندي بخاطرك ونجلسوا وندويو فحال اي جوج بعقلهم حتى نلقاو الحل ويمشي كلشي مزيان من بعد. يا غنطلع لسما وغنقلب ديال مو داك الناظور قنت بقنت حتى نلقاكو ديك الساعه غادي نقصد داركم نيشان ونفرقوا حنا هاد الرمانه، واللي بغى يوقع يوقع. سكتات رانيا وبدات تبلع في الريق، وبدا قلبها كيتسرعد بالخوف حتى ندمات كاع علاش قالتها ليه. من بعد لحظات من السكات قالت بهدوء كتحاول تبرد معاه: لا بدر الدين هافاك، ما ديرش ليا بحال هكا، حرام عليك والله. انا ما بغيتكش تجي غير حيت بابا وعمامي معروفين في الناظور، وإلا مشى حتى شي حد شافني معاك وقالها ليهم غادي ينوض مشكل كبير والله. هنسى شنو بان لك انا نهبط عندك غدا الرباط نتلاقاو تما ونهضروا، وكيف ما قلتي نلقاو شي حل بجوج صافي. قال لي: ها متاكده غتجي؟ والله انا اصلا كنت ناويه نهبط ودارنا في راسهم غير غندوز معاهم النهار العيد غنرجع لتماك حيت عندي ستاج في الرباط. صافي غنتسناك فاش توصلي صوني ليا في البلاصه نجي عندك. انا في كازا دابا معمالين الدار في العشيه نهبط الرباط. صافي واخا شوفي لا صونيتي عليا ولقيتي تليفوني طافي عرف بلي معاه شي حد، حيت يقدر خويا يجي معايا ويوصلني ويقدم معاه شي امور عاد يرجع صافي. صافي غير دير بال راسك، وفاش تلقاي كيف ديري صوني ليا. واخا يلاه بسلامه نخليك. قطع مع المكالمه وتسكى راسو على الكوسان كيشوف بعيد من زاج الطوموبيل، واحساس عنده لداخل غريب عليه. من بين الفرحه والحماس خلى وجهه يتبشر وتغوبيشتو تطلق، ورجع لعند عائلته نشط كيضحك ويهضر معاهم كأن شيئا لم يكن. نهار جديد لوحدة الليل، بدر الدين قاعد بوحدو في السيجور ديال دارو. السيجارة بين سبع وشعلة ودخانها طالع مرة كينسر منها، واليد الأخرى شاد بها التليفون كيحاول يتصل بها للمرة الألف هاد النهار بدون نتيجة. النهار كله تليفونها طافي. ملي هدرو آخر مرة البارح ما عاود سمع عليها والو، حتى أنه مشى حتى العمارة فين كانت كتسكن وسول عليها، لكن ما لقاهاش. واخا شحال مرة كان كيمشي يسول من قبل وكيقولوا لي راه جات واحد الشركة مكلفة جمعة الرحيل كله دات وما عرفوش فين، لكن كان عنده امل. النهار كله هو على هاد الحال مخلي خدمتو وشغلو، شاد التليفون كيتصل ويقلب عليها ولا من مجيب. لاح التليفون بعصبية فوق الطابلة ونات خرج للبالكون كيتنتر، وقف كيطل برا والسيجارة في يدو كينتر منها بعنف. بقى لمدة ساعة تما كيكمي بدون توقف وعقل وشرط كيفكر شنو يدير، واش ينوض يشد الطريق لعندها ولا يزيد يصبر؟ مالا غبرات وتقطع حسها، واش وقع لها شي حاجة؟ واش عائل تعرفوا شي حاجة وأذوها؟ قطع أفكار صوت الهاتف اللي كيسوني على برا، لاح السيجارة من يدو خرج بالزربة. هزو لقى نمرة ما مسجلاش عنده هي اللي كتصوني، دوز المكالمة ورد: الو. الصوت تبع كيغالب عليه الخوف، تكلم: الو بدر الدين اتق بالزربة راني كتموت، اتق نهفك. بدر الدين اللي كان واقف جلس فاشل، تدهشر وجهه الصفار، بدا غا كيرمش جملة رانيا كتموت كتعاود في ودنو فحال التاطا. قال كيتمسم تالف: شكون معايا؟ فينا هي؟ غوت: مالها رانيا؟ فينا هي؟ انا فرح صاحبة رانيا، انا مع رانيا دابا في واحد الدار. كتمتم وتبكي: رانيا دارت كورتاج ودابا غيبات لينا وكتنزف وما عرفنا ما نديرو. عتقنا بدر الدين، راه غتموت لينا هنا، عتقنا عافاك. بلا بدر الدين الريق ببطء موسعيني وصدرو كيتهز بعنف بحال ضربو الضو. بورو تقات ينطق جوج كلمات: صيفط ليا لوكاليزاسيون داما. حط التليفون من يدو فاشلو عينيه كيشوفو قدامو بنظرة غريبة مفهوماش. مسح على وجهو على الحيسو وناض من بلاصتو تالف وتايه كيهز السوارت ويعاود يحطهم ويوصل حتى لباب الصالون ويعاود يرجع فحال الهبيل. خشى سند على فرجلو وخرج من الدار بالشورت والتيشورت، ركب سيارته وانطلق للعنوان اللي صيفطات ليه فرح مكسيري ما كيشوفش قدامه. كون مالو طفله كان في ديك الليل تخشى في شي بوطو ولا تقلب في شي فيراج بسبب السرعه وعدم التركيز في ديك اللحظه. في قلب احد الاحياء الشعبيه في مدينه سلا، منزل صغير بغرفتين، وحده عباره عن صالون والاخرى غرفه نوم صغيره كيتوسطها سرير فراش واحمر، او بالاحرى كان ابيض ولا احمر بقوه الدم اللي نزل منها. مسرحه رانيا فوق السرير تلقى رجلهم فرقاهم،
راسها مايل فوق الوسادة والشرى مشتت في الجناف فازق من القدام بقوة العرق. عينيها كانوا مسدودين ووجهها صفر، ما في حتى نقطة الدم، وشفايفها بيضين ومشقين في حال جوتها. في جنبها جالسة صاحبتها فرح شادة في يدها كتشوف فيها وتبكي عقلها غادي يخرج. وفي الباب واقفة مرا غليظة وقصيرة كتفرك في يدها بتوتر وكل مرة كتصوت بالجهد. شافت المرا الغليظة في فرح عاقدة حجبانها وقالت فينا هو هاد خينا ديالكم؟ البنت غتموت ليا هنايا الا زاد تعطل. ردات فرح بغيت هو جاي، وإلا مشات حتى وقعت شي حاجة راني والله حسيت بعقليها. سكتات المرا مع بسو قلبها غيسكت، كيبان لها غا الحبس قدامها الا مشات حتى ماتت لها رانيا بين يديها. الصوت دقن في الباب خلاهم يقفزوا من بلاص سمونات فرح بالزربه قايله ها جا نمشي نحليه وجديه باش يهزها. خرجت فرح بالزربه مشات فتحات ليه ورجعت وهو معاها. دخلت هي الاولى وتبعها بدر الدين داخل مخنزر وكل ساعه بالشميزاز ظهر على وجهه. مشانيش نقصد السرير في الناس رانيا وغير شافه في ديك الحاله صير على دروسه حتى تحكم مع بعضياتهم. وصلت النفس من نيفو بالجهد، قلبو تسير عليه وحلقو نشوفو حلات ليه الهضره ما قدر ينطق حتى حرف فقط دور وجهه ومسح على لحيته وهبط حتى لحلقو كيمرر يدو عليه كأنه كيحاول يبرد النار اللي شعلت تماك. جلس على ركبيه قدامها وهز يدو حطها على وجهها كيشوف فيها بتحسر شديد. نطق بصوت مبحوح فيه الخوف وحتى الحزن رانيا كتسمعيني؟ حلي عينيك. ما جا حتى رد منها، كانت مغيبة تماما، ولولا النفس اللي باقا كتنفس كون حسب ليه ماتت. ناضو هزا بين يديه في حريشة كاملة مرخية وملوية في ليزار وخرج بها من ديك الدار. وفرح تبعها غتحمق بالبكا، حتى في الطوموبيل لور ومع صاحبتها مسكية عندها وركب هو القدام وطار بيهم من سمك بواحد السرعة خيالية لحس الحد كان ليلو الشوارع خاويين. في أقل من ربع ساعة وقفت سيارة قدام مساحة في مدينة الرباط ونزل تاني هزا بين يديه ودخل كيجري بها في حال الحمق، وجهه حمر وعرقان وشعره مخربق وعينيه دابلين كلهم خوف وحزن. تلاقاو ليه الممرضين بالباياس حطا فيه وجراو بها لقاعة الإنعاش خلوهم هما برا كيتسناو على أحر من الجمر. داز وقت طويل في غرفة باردة جدرانها بيضاء كيس وسطها سرير مريح كانت ناعسة، جسدها عاري مغطى بليزار بيض خفيف وفي يدها السيروم والأجهزة الطبية دايرين بيها. وجه شاحب، عيون غارقة في السواد وشفايف ناشفة بيضاء ظاهر عليها التعب الشديد ولولا لطف الله والتدخل في الوقت والعناية المشددة اللي تلقاتها في هاد المصحة كانت روحها مشات عند الله وفي بلاصة ما تقتل الجنين ديالها بوحدو كانت غتقتل حتى راسها. بدات كترمش ببطء وبصعوبة قدرت تفتح عينيها. في الثواني الأولى ما كانت عاقلة على والو، لكن سرعان ما جاو في بالها لقطات من ليلة البارح وبالضبط قبل ما تمدد على داك السرير اللي فيه كانت غتسحق روحها. سدات عينيها مزيرة عليهم بقوة من ندم ولا من الألم النفسي والجسدي اللي كتحس به دابا. ما كانش قادرة تحدد. دورات وجهها النافذة اللي بعيدة عليها شوية بان ليها الضوء النهار بدا كيطلع. كانت شي 6 الصباح في داك الوقت. بقات لمدة طويلة على داك الوضع تقريبا شي ساعة وهي كتأمل في السقف والحيوط شاردة تدهن واخا في الأصل ما كان عقلها كيفكر في والو. كتحس براسها خاوية من الداخل، فعلا كتحس بقلبها مقبوض والخنقة في صدرها، لكن ما كانت قادرة تفكر في حتى شي حاجة غير ساكتة وساعية في الفراغ. تفتح باب الغرفة ودخلت ممرضة بوجه بشوش كتبسم ليها. قربت منها وقالت بنبرة لطيفة على سلامتك مدام رانيا، كي كتحسي براسك مزيان؟ ما كتحسيش بالحريق؟ حركات رانيا الشفيفة بصعوبة كانوا لصقوا على بعض وقالت بصوت ثقيل مرهق كدرني كرشي بلتحت وفيا الدوخة. الممرضة كتقاد لها السيروم، هادشي عادي في الاول ما تخافيش، انا دابا غادي نعطيك واحد الكالمون باش يهدني عليك الحريق شويه. المهم انتي تبقاي مرتاحه وتردي البال راسك حيت ايموغاجي اللي جاتك ماشي شي حاجه سهله وخاص المرا من بعد تهلا في صحتها مزيان وتاكل وتنعس مزيان باش ترجع شويه. رانيا ما كاين حتى شي حد معايا؟ قالتي كاين راجلك مسكين منين جا معاك البارح ما تحرك من هنا. كانت سمع حتى واحد البنت هي مشات فاش خرج عندهم الطبيب وقال لهم بلي حالتك ولا تستاب وهو بقى مسكين الليل كله في الكلوار ما نعش. تبسمات كنت تشوفي شحال كنخلو عليك. سكتات رانيا ما رداتش عليها وسداتينها كتصنت الالم ديالها. قالت الممرضه قبل ما تخرج انا غنخرج نعلمو بلي فقتي باش يقدر يدخل يشوفك دابا. خرجت الممرضه وبقات رانيا بوحدها مسكيه وكل شويه يمشيو عينيها لباب الغرفه كتسنى يتفتح ويدخل بدر الدين، لكن خاب ظنها طال انتظار حتى غفاتينها بلا ما تحس ونعسات.
ديك الناس اللي كتجيك مور شي ألم ولا وجع كتكون حلوة وكتمني ما تفيقش منها. دازو ساعات وهي ناعسة حتى ل10 الصباح. دخلت فرح صاحبتها في قاعتها وتحنات لها كتنق وتبوس فيها بحرارة بعد ما ظنت أنها خسرت صديقتها إلى الأبد. جلسات حداها شادة في يدها اللي فيها السيروم وقالت بقلق: كي كتحسي براسك دابا مزيان؟ رانيا بتعب: الحمد لله مزيان، شويه د الحريق وصافي. قالت لي يا الانفيرمي عادي. قالت لها فرح: نهار يا صاحبتي على ليله دوزنا كنت نموت عليك بالخلعه، كون ما بدر الدين كون يعلم الله فين كنا غنكونوا دابا، انتي في القبر وانا في الحبس الله يستر. رانيا رمشات ببطء: فين هو بدر الدين؟ قالت لها الصراحه فاش جيت دابا ما لقيتوش، مي خليته هنايا البارح وهو اللي قال لي صافي غير سيري هنا معاها. عطات على شفيفه وسعات عينيها: نهار يا صاحبتي كون ما هو، راه ما يمكنش شنو كان ممكن يوقع. وفي خبارك مول الكلينيك راه سحبو، هو ولد مول الكلينيك وهو نيت الطبيب، وصافي هو دوا معاه وكذا باش يجمعوا ويطويو، حيت راه هادشي خطر صاحبتي وفيه الحبس. كنا غنمشيو فيها حنا وديك لانفيرمية الزمر اللي كانت غتخرج عليك. مي الحمد لله بدر الدين حلينا المشكل وصافي ما غيكون والو. ضحكات حتى تسدعوا بيناتها: ويلي يا رانيا كون غير شفتي ديك الساعه شحال كان مخلو عليك، عرفتي راه ولا وجهو صفر ودني حمرين وعينيه دبلو، وفي واحد الخوف في شكل فحال الا قريب يبكي وكيسول كل شويه، وبقى غادي جاي في الكولوار ما جلسش مسكين. واحد اللحظه شد في راسو هكا وجلس في الارض وطاح عليه واحد الضيم قافيه ويقول لي: اختي غنخرج برا نكمي بالزربه ونرجع. يمكن راسو تزير عليه. قلت له: غير سير اخويا تنفس شويه، حيت عرفتي وجهو ولا كيتلون، خصوصا فاش طات الطبيب لداخل. رانيا كانت غير كتسمع ليها وساكته كتشوف الفراغ، تنهدات وقالت: الصباح كان هنا. فاش خرجت لانفيرمية عنده قالت لي غادي يدخل وما دخلش. تمشى بدر في اتجاه احد الغرف. في الاصل الشقه كانت عباره عن سيجور كبير مفتوح على مطبخ بالستايل الامريكي وحمام خارجي وجوج غرف نوم جنب بعضها. دخل الغرفه وتبعت رانيا. داز اسبوع، سيمانه دازت على رانيا في المستشفى. خدات وقتها باش تعالج وترد صحتها، وحتى الاطباء والممرضين اعتناو بها مزيان وردوا لها البال ليل ونهار اكثر من اي مريض اخر عندهم. بدات كتحسن حالتها ومشى منها الحريق شويه واللون بدا يرجع لوجهها، لكن نفسيتها كانت مدمره وغير ما كتزيد تمرض نهار بعد نهار. واللي زاد كمل عليها كان غيابه، واسبوع كامل وهي في السبيطار عمرو جا طلع عليها ولا شافها او حتى هضر معها في التليفون. واخا كانت الممرضه كتقول لها بلي كيسول عليها وكيوصيهم كل نهار، لكن هي عمرها شافته. كان هادشي كيقتلها وكيعذبها من الداخل وكيزيد يحسسها بالذنب. اليوم فحال كل نهار فقط في الصباح فطرات وعاوناتها الممرضة دوشات وجلسات فوق السرير بسبورتيف رمادية جامعة كعكة مهملة وجهها بيض صافي ما في حتى نقطة مكياج. وقفت حدا الممرضة كتصوب لها الوسادة مردرة وقالت: تبغي تخرجي شوية للجردة؟ إلا كنت قنطتي من الجلسة في البيت نخرج معاك. ردات رانيا: لا، ما قادرة نشوف حتى حد، الضو ما كنقدرش نشوفه، بغيت غير نعس. فهاد الأثناء تصدق باب الغرفة مباشرة تفتح. ساس رانيا راسها بعفوية وهي تشوفو داخل مع الباب، ديك النظرة الجدية والعيون الحادة. بدا قلبها كيضرب بسرعة كأنها أول مرة تشوفو تفيكسا وعينيها جيتو. وهنايا تنكونو وصلنا للنهاية ديال هاد الجزء اللي كنتمنى من كل قلبي أنه ينال الإعجاب ديالكم، ينال رضاكم. نتلاقاو في جزء جديد مع أحداث جديدة بإذن الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.